وكل الملائكة سجدت إلا إبليس أبى واستكبر أن يكون من الساجدين. هنا سؤال بك بيقول لما كل الملائكة سجدوا بما فيهم حملة العرش لأن كلهم أجمعين، كيف يسجد حملة العرش وهم يحملون العرش؟ في هذه الحالة العرش هيسقط بمن مستوي عليه، يعني العرش بربنا هيقع. طبعا سؤاله جميل وفعلا هو قنبلة ذرية. الإجابة، ركزوا معايا يا أولاد، شدوا تكبيس بقى عشان تسمعوا الإلهام. وأقسم بالله أي سني على وجه الأرض ما يستطيع أنه يخرج من سؤال بك، ما فيش إلا الدكتور محمد، لأني أنا ملهم من الله. أنا طول عمري أقول لهم يا بيج أنا لست ناقل ولست باحث، أنا ملهم من الله. هذا الإلهام هتسمعوه الآن. في هذا الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى فيه الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام، لم يكن هناك عرش، لأن الله في البداية خلق كل شيء وخلق العرش بعد ذلك. والدليل أنه قال ثم استوى على العرش، وثم هنا للاسترخاء وفي حاجة قبلها. إذن الله سبحانه وتعالى عندما أمر الملائكة أن تسجد لآدم لم يكن مستويا على العرش ولم يكن قد خلق العرش، ثم بعد ذلك خلق العرش وجعل 8 ملائكة يحملون هذا العرش. أنا جاوبتك بالمفهوم السني، والدليل أن الله سبحانه وتعالى كان عرشه على الماء. هناك آية أخرى تقول وكان عرشه على الماء. إذن الله في هذا الوقت كان عرشه على الماء، ثم بعد ذلك كان عرشه في السماء السابعة وهو سقف المخلوقات وهو العرش. يبقى انتقل عرش الله أو مكان الله من الماء إلى سقف المخلوقات وهو السماء السابعة. تفضل. بس الحديث اللي انت جبته حضرة الدكتور في البخاري يقول كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، يعني العرش سبق الإنسان حسب الحديث. وحتى لما نروح لسورة هود هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان في الماضي عرشه على الماء، مو ثم خلق العرش وكان عرشه على الماء. أحسنت. أنا برضو انتبهت إلى هذا الإلزام وهذه الآية وقلت لك كان عرشه على الماء. إذن أنا ما رفضت وجود العرش عندما كان على الماء، كان له عرش على الماء وأمر الملائكة أن تسجد، ثم بعد ذلك انتقل عرشه إلى السماء السابعة. السؤال لك أنت الآن، هل أهل السنة الآن يقولون بأن عرش الله على الماء أم في السماء السابعة؟ هم يقولوا أنه العرش في السماء السابعة والله موجود في سدرة المنتهى، يبقى إذن عرشه على الماء انتقل إلى السماء السابعة. بس في مشكلة، إذا قلنا أنه عرشه على الماء القصد بها المسطح المائي على كوكب الأرض فهذه مشكلة، لأنه في آية واضحة وصريحة تقول وسع كرسيه، وهو موطئ قدمي الله سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض، فكيف يكون العرش على الماء في البيبي بلانيت اللي هو كوكب الأرض؟ تمام، ده سؤال تاني، لكن أنا أجبتك على السؤال الأول بأنه كيف لحملة العرش أن يسجدوا لله وهم يحملون العرش. أجبتك بأنهم في هذا الوقت لم يكونوا حاملين للعرش، لأن عرش الله في هذا الوقت كان على الماء. يعني فهمتك.